السلام عليكم. لو نزلت ولقيت السقاية بتاعتي واقعة وبلة مكان، واحنا كنا الصبح، ما ينفعش اكنس المكان كله حتى لو كان متوسخ كله، اكنس بس مكان البلل وافرش طبقة تبن جديدة او اي حاجة انا بستخدمها علشان ما اجهدش الفرخ معايا او كتكوت بالنهار. اكنس اخر النهار يكون الجو طر معايا، عشان الحر دوت بيعمل اجهاد حراري للكتكوت، وتلاقيه طول النهار مفرهد معاكي، مكلش ولا سحب اكل ولا شرب عشان انا حركته بزياده. تاني حاجه، لو انا هحط ادويه احطها بالليل افضل، زي فيتامينات او اي حاجه. ما ينفعش كمان احط قبلها ليمون، عشان الليمون بيبطل الدواء بتاعي، المفعول بتاعه مش هستفاد منه عشان هما شاربين قبلها ليمون. لا، لو انا عايزه اعمل سقوه ليمون يبقى اشيل قبلها بساعتين وانزل ميه بيضه قبل ما احط الدواء بتاعي. تاني حاجه، لو انا هعمل مثلا اي وصفات زي بصل او توم او اي وصفه انا هعملها، ما ينفعش احطها بالنهار في الحر، احطها بالليل علشان يستفادوا منها، وعشان كمان ريحتها بتبقى نفاذه في الحر تجهدهم ويجيلهم اسهال. مش هيستفادوا ان هو يبقى مضاد حيوي لهم، لا بالعكس، هتلاقي جالهم اسهال تاني يوم. طب ايه اللي حصل؟ ان انا حطيتها بالنهار وما حطيتهاش بالليل، ده بس الفرق. يا رب اكون قادره افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس. ولو عندكم اي سؤال اكتبوهولي وانا هجاوبكم، ولو عندكم اي ملحوظه انتوا عايزين تقولها لنا اكتبوها لنا برضك، نستفاد كلنا. والسلام عليكم.